دول ترشيحات باجمد 5 خروجات في العيد، خروجات كلها تنطيط ولعب وفرهده. اعملوا منشن وشير لاصحابكم والحقوا الخصم عليها طول فتره العيد، والميزه انها مناسبه للكبار والاطفال. اول مكان هو سنو سيتي، دي اكبر مدينه ثلج موجوده في سيتي ستارز، وعاملين تذكره ببلاش على كل 4 تذاكر. وطبعا دي من اكتر الاماكن اللي بنحب نروحها، وبالنسبه لي خصوصا اول ما الصيف ما بيدخل، حقيقي من اكتر الاماكن الغير التقليديه للخروج. والميزه انها فيها اماكن كتير للعب وبتناسب الاطفال والكبار، ده غير طبعا اماكن كتير للتصوير. وتاني مكان بقى هو اكستريم لاند، ودي احدث واكبر مدينه ملاهي في مدينتي، واسعار الباقات عندهم بتبدا من 350 جنيه و1000 جنيه رصيد هديه لو شحنت اكبر باقه في العيد. ودي بجد من اكتر الاماكن اللي هتنبسطوا فيها جدا، وهتلاقوا العاب كتيره جدا مختلفه فما ينفعش تفوتوها. هتلاقوا كمان جزء كبير للترامبولين، جزء للاطفال. المكان الثالث بقى هو ماي تاون، وبما ان الاطفال بقى هم اهم حد في خروجه العيد، عاملين الثلاث ساعات ومعاهم قطعه جبس تلوين ب 300 جنيه. وحقيقي المدينه مليانه العاب كتيره جدا للاطفال ومناسبه كمان لمختلف الاعمار. والذ حاجه في الموضوع ان الكبار بيشاركوا الاطفال في الالعاب بتاعتهم، عاملين كمان روم لاعياد الميلاد. تجربتنا كانت فرع داندي مول في اكتوبر. والخروجه الرابعه بقى هي فابي لاند، عليها رصيد مجاني 1500 لو شحنتوا اكبر باقه، وهتلاقوها موجوده في داندي مول، مليانه العاب كتيره جدا زي الفيديو جيمنج والعربيات والعاب تانية كتير بقى مناسبه للكبار والاطفال. ودي كانت من الالعاب اللذيذه، والفيديو جيم ولعبه المطرقه، وكسبت بقى وخدت هدايا من هناك. الخروجه الخامسه بقى هي اكستريم زون، حرفيا من اكتر الاماكن اللي بيزود هرمون السعاده، وهتلاقوا ناس بتطير كده في كل مكان، وموجود في سيتي ستارز في الدور الارضي، وعاملين تذكره ببلاش على كل 4 تشتروه. والحقيقه ممتعه جدا بس غير مناسبه لاكله المحشي. وهتلاقوا بقى العاب تانية كتير موجوده في المكان، والميزه ان كلها تنطيط وفرهده. واستنوني في الجزء الثاني.